مشاهدينا الأكارم، سعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يصل إلى أسمرة. فخامة الرئيس أفورقي يستقبل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني. بدء امتحان الشهادة الثانوية الوطنية اليوم في داخل البلاد وخارجها. كوريا الشمالية تطلق صاروخين استراتيجيين قبيل مناورات بين واشنطن وسول. إيران وبيلاروس تعززان علاقاتهما على خلفية الحرب في أوكرانيا. رئيس الوزراء الصيني الجديد ينتقد التطويق الأمريكي لبلاده. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. وصل بعد ظهر اليوم إلى أسمرة رئيس جمهورية الصومال الاتحادية حسن شيخ محمود في زيارة رسمية تستغرق يومان تلبية لدعوة من فخامة الرئيس سياس أفورقي، وكان في استقباله لدى وصوله مطار أسمرة الدولي الرئيس سياس أفورقي بمراسم الشرف الرسمية. وسيبحث الرئيسان سياس أفورقي وحسن شيخ محمود العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والقضاء في القضايا ذات الاهتمام المشترك. استقبل فخامة الرئيس سياس أفورقي اليوم في قاعة هجر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق محمد حمدان دغلو حميتي. وأوضح الرئيس سياس أفورقي في اللقاء موقف إريتريا الثابت لحل قضايا السودان بالسودانيين فقط، مشيرا إلى تفقيد التدخلات الخارجية للأوضاع في السودان. وذكر ثقة إريتريا لحماية الجيش السوداني سيادته والابتعاد عن القضايا السياسية والقيام بدور إيجابي. من جانبه هنأ الفريق محمد حمدان دغلو عودة إريتريا إلى منظمة الإيجاد التي لعبت دورا بناء في تأسيسها، موضحا بعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء قريبا، وذلك باعتبار أن السودان هو رئيس منظمة الإيجاد في الدورة الحالية. شارك في اللقاء وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح وسفير إريتريا في السودان السيد عيسى أحمد عيسى. وكان في استقبال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق محمد حمدان حميتي لدى وصوله مطار أسمرة الدولي في زيارة عمل رسمية لمدة يوم واحد بدعوة من الحكومة الإريترية. كان في استقباله وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح. بدأ اليوم 13 من مارس امتحان الشهادة الثانوية الوطنية في كافة أرجاء البلاد ومدينتي جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية، وقد انتظم في 10 نقاط. ويشارك في الامتحان الذي يضم 12 مادة ويجري حتى 18 من مارس 14,395 طالبا، بينهم 49.1% طالبا، وأن 89% من المشاركين والمشاركات في امتحان هذا العام هم الطلاب النظاميين الذين جلسوا على مقاعد التعليم في مدرسة وارسايك كالو بيساوا والمدارس الفنية المنتشرة على كافة أقاليم البلاد. كما تشارك فيه 139 طالب أكمل تعليمها الأكاديمي ضمن برنامج تعليم الكبار، و213 طالب يعيدون الامتحان حسب المعلومات الواردة من مكتب التقدير والتقييم. الجدير بالذكر أن مدير مركز التقييم والتقدير في المعهد الوطني للتعليم العالي والأبحاث الدكتورة بسرات قبرو أشارت في لقائها السابق مع إرنا إلى أن امتحان الشهادة الثانوية الوطنية يعد عملية تسهم في ارتقاء الطلاب من مستواهم الحالي إلى مستوى أعلى، موصية الطلاب للقيام باستعدادات ذهنية وجسدية فاعلة، إضافة إلى ضرورة العمل بهدوء متبعين اللوائح الصادرة بهذا الشأن جيدا. نظمت وزارة العدل الأسبوع القانون الذي بدأته بحملة نظافة والدعم بالخدمات القانونية في الإقليم الأوسط تحت شعار القانون للكرامة الإنسانية والتنمية.
وجرت حملة النظافة بتعاون إدارة الإقليم الأوسط يومي 11 و12 من مارس في مديريات أبا شاول وعداق حموث وأربعة أسمرة وأخرية، وسيستمر في باقي المديريات. وأوضحت وحدة النظافة بأنها سخرت شاحنات النفايات الكافية لإنجاح حملة النظافة التي يشارك فيها الشعب عامة والطلاب خاصة. وأكدت كل من مسؤوليتي إدارة مديريتي أبا شاول وعداق حموس سارة تخل ميكائيل وصالح محمد أكدتا على أهمية الأسبوع لترسيخ المعرفة بالقانون وإرساء ثقافة النظافة البيئية. وأعرب المشاركون في حملة النظافة عن الارتياح بالمشاركة في النفير الذي له مضمون كبير. يشتمل أسبوع القانون المنظم للمرة الثانية إلى خدمات الدعم القانوني في 38 نقطة على مستوى البلاد عامة، ومسابقات معلومات عامة ومواضيع قانونية تبث بوسائل الإعلام وبرامج حماية البيئة والنظافة، وكذلك برامج موجهة للمواطنين في الخارج عبر الوسائل الافتراضية. احتفل الإرتريون في كينيا بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة، ودعت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة الإرتريا في كينيا السيدة أبا باهيلة في الاحتفال المرأة الإرتريا الشابة لوراثة تاريخ أمهاتهن البطولي وتعزيز المشاركة في كافة البرامج الوطنية. وأوضح رئيس الجالية السيد محاري تسفهنس الدور الكبير للمرأة الإرتريا في مراحل النضال، مؤكدا على تعاون الجالية مع المرأة الإرتريا في كينيا لإنجاح كافة أنشطتها. من جانبه دعا سفير بياني رسوم مواصلة المرأة الإرتريا في كينيا لجهود تقوية الصفوف والتنظيم، وأوضح بأن الحكومة عملت في ترقية العضوات العاملات في السفارة بتفان لسنوات طويلة إلى مستوى الدبلوماسيات، مهنئا بخدماتهن المتفانية. شهد الاحتفال مختلف المناشط الثقافية والفنية وغيرها من المناشط التي تعظم وتمجد المرأة الإرترية. هذا واحتفل الإرتريون في جنوب السودان والكويت وبريطانيا وكولومبوس الأمريكية بالثامن من مارس. قدمت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب قرضا ماليا ل39 من أعضائها في إقليم شمال البحر الأحمر قدره 825 ألف نقفة، وقد قدمته أعضاء بالتوك BLF هكدف فيجين. قدمت القروض للمعاقين في أفعبات ومهميمة وقرورة ونقفة وقندع. وأوضح مسؤول التأهيل وإعادة التنسيق في الجمعية السيد أبراهام كفلسيون أن القرض سيوظف في المجالات الزراعية وتربية الحيوانات والتجارة. وكانت الجمعية قد قدمت قروض مالية مماثلة بلغ قدرها 1,600,000 نقفة في إقليم القاشبركة بدعم مجموعة بالتوك BLF هكدف فيجن. ودعا مدير مديرية أفعبة السيد أحمد محمد نور رجب أعضاء الجمعية لاستغلال القروض في مشاريع مدروسة وضعا في الاعتبار لأوضاعهم الصحية. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من تلفزيون دولة إرتريا، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أطلقت بيونغ يانغ صاروخي كروز استراتيجيين من غواصة وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، وذلك قبل ساعات قليلة من موعد بدء مناورات عسكرية مشتركة أمريكية كوريا جنوبية واسعة النطاق. وبحسب الوكالة الكورية الشمالية، أطلقت غواصة الصاروخين من قبل سواحل مدينة سينسيو الواقعة في شرق البلاد. من جهته، أفاد جيش كوريا الجنوبية بأنه رصد إطلاع صاروخ واحد غير محدد من دون إعطاء تفاصيل وفق ما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية. وأعلنت الوكالة الكورية الشمالية أن العملية تكللت بالنجاح، مشيرة إلى أن الصاروخين أصابا هدفيهما المحددين في المياه قبالة السواحل الشرقية لشبه الجزيرة الكورية. وجاء إطلاق الصاروخين قبل ساعات قليلة على موعد بدء مناورات عسكرية مشتركة أمريكية كورية جنوبية هي الأكبر منذ 5 سنوات. أكد الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال لقاء في طهران رغبتهما في تعزيز العلاقات بين البلدين على خلفية الحرب في أوكرانيا.
ووصل لوكاشينكو إلى إيران في زيارة تستمر يومين، وأجرى محادثات مع الرئيس قبل التوقيع على خريطة طريق لتطوير التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وقام لوكاشينكو مؤخرا بزيارة للصين استغرقت 3 أيام، قال خلالها إنه يدعم بشكل كامل مقترحات بكين لوقف الحرب. انتقد رئيس الوزراء الصيني الجديد لي تشيانغ تطويق بلاده ووقفها من جانب الولايات المتحدة في موقف أطلقه مع انتهاء الدورة السنوية للبرلمان. وقال لي في مؤتمر صحفي ببكين أن الصين والولايات المتحدة يجب أن تتعاونا. عندما تعمل الصين والولايات المتحدة معا هناك أمور كثيرة يمكننا تحقيقها. من جهته شدد شي جين بينغ على الحاجة إلى تعزيز الأمن القومي في خطابه الأول منذ توليه رئاسة الصين لولاية ثالثة. وحذر شي من المخاطر التي تتعرض لها الصين في كلمة ألقاها في ختام الدورة السنوية للبرلمان. الخبر الأخير في هذه النشرة: قتل الإعصار فريد الاستوائي شخصا واحدا على الأقل، وتسبب بنزوح عشرات آخرين ليل لدى عودته إلى موزمبيق للمرة الثانية خلال عدة أسابيع، وذلك بحسب حصيلة أولية نشرتها السلطات المحلية يوم الأحد. وكان الإعصار فريد قد تسبب بمعطل 10 أشخاص في الدولة الإفريقية لدى مروره للمرة الأولى في نهاية فبراير، وبمعطل 17 في مدغشقر التي ضربها مرتين في مسار دائري نادرا ما يسجله خبراء الأرصاد الجوية. وقال بيو تام ليلورا رئيس منظمة زلالة في مقاطعة زامبيزيا المفتوحة على قناة موزمبيق، حيث وصل الإعصار مصحوبا برياح بسرعة 150 كم في الساعة، سجلت وفاة واحدة. ختام النشرة هذا أبرز العناوين. الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يصل إلى أسمرة. فخامة الرئيس صفوق يستقبل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني. بدء امتحان الشهادة الثانوية الوطنية اليوم في داخل البلاد وخارجها. كوريا الشمالية تطلق صاروخين استراتيجيين قبيل مناورات بين واشنطن وسول. إيران وبيلاروس عززان علاقاتهما على خلفية الحرب في أوكرانيا. ورئيس الوزراء الصيني الجديد ينتقد التطويق الأمريكي لبلاده. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن المتابعة، دمتم في أمان الله.